وباصص في المرايه، جه الاستاذ يا استاذ وشال الماسك وبص لها قال لها انا خلصت، انت مستنيه ايه؟ عندي فكره اعلان خاصه بالمنتخب المصري. الاعلان بيقول ان في ميكروباص، في ناس، والميكروباص وصل لاخر محطه، وبعدين الناس بتنزل ما عدا واحد، فالسواق بيبص ورا بيقول له يا استاذ يا استاذ يا استاذ مستني حاجه؟ قال له اه مستني المنتخب يكسب. المنظر التاني، واحد واقف في بنزينه وبعد ما فور العربيه وباصص في المرايه، جه الراجل اللي بيفول العربيه بيقول له يا استاذ يا استاذ يا استاذ انا خلصت، مستني ايه؟ يقول له مستني المنتخب يكسب. المنظر الثالث، واحد قاعد في مطعم والنادل او الراجل صاحب المطعم بيلم الترابيزات وبيلم الكراسي، هو قاعد فبيطلم المطعم ما عدا السبوت اللي قاعد عليه الزبون، فبيروح له بيقول له يا استاذ احنا خلصنا، انت مستني ايه؟ بيقول له مستني المنتخب يكسب. المنظر الثالث، دكتور سنان بيشتغل في سنان واحده، فهي قاعده وفاتحه بقها وهو خلص، وبعدين شال العده بتاعته، وقف رمى الكلابس وشال الماسك وبص لها قال لها انا خلصت، انت مستنيه ايه؟ فبتقول له هي فاتحه بقها مستنيه المنتخب يكسب. وبعدين بيطلع فويس اوفر بيقول احنا كمان مستنيين المنتخب يرجع لنا بالكاس، يلا يا رجاله احنا معاكم. بس